الريتش واقع والدنيا بايظه، بس احنا لسه على مبدأنا يا عم الحاج، لحد اما تفرج من عند ربنا كده. تعالى بقى نخش كده في موضوع حلقه النهارده. شعور بيجي لنا كلنا في اخر كل سنه، وهو ايه اللي حصل؟ هي السنه خلصت. هو للاسف يعني خليني اقولها لك ان السنه فعلا خلصت وخلاص، كلها كام شهر كده ونخش على 2024، وانا عارف اساسا انك لسه ثابت عند 2019. بس هو ده العمر وهي دي الدنيا، والدنيا بتجري واحنا بنجري وراها، وغالبا بيصاحب الشعور ده شعور بالندم، شعور بالاحباط، اللي هو انت كان المفروض كنت حاطط لنفسك اهداف انك تعملها طول السنه اللي فاتت دي، وتحس كده انك مقصر وما عملتش كل اللي انت كنت حاطه لنفسك او الاهداف اللي انت كنت حاططها لنفسك. ويوم ورا التاني، في اسبوع ورا التاني، في شهر ورا التاني، هوبا السنه خلصت. احنا في شهر 12، هو احنا حاليا في شهر 9، بس خلاص هتحس كده الايام بتجري بيك وهتلاقي نفسك في شهر 12 وتحس كده انك اتسرقت والدنيا جريت بيك. بس خليني بقى اديك كده حتة ايجابية واقول لك اصلا ان ده شعور كاذب، او الموضوع ده في شنك كده. هو مش في شنك قوي، هو حاجة بين الاتنين، عشان ما تقولش ده بيحاور عليا والنهارده احنا هنرغي كده مع بعضينا عن سبب الشعور ده، وتكتشف كده مع نفسك الحاجات اللي انت ممكن تكون عملتها وانت مش متذكرها، وهي مش مجمعة دلوقتي معاك في دماغك او مش حاسس بيها. وكمان تاخد بالك من اهم حاجة تعملها اخر كل سنة، وهي بالمناسبة هي مش اهدافك اللي انت تحطها في قبل السنة الجديدة أو قبل الشهر الجديد، لا بالعكس، في حاجة أهم من كده بكتير. بس عشان تعرفها تابع معانا لآخر الفيديو، وزي ما قلت لك لايكك الجميل كده، تشترك في القناة، محتاجين الدعم الفترة دي. تعالى نعدي الانترو بتاعنا ونكمل كلامنا. اولا احنا ليه اساسا الوقت بيعدي علينا بسرعة او ما بنحسش بيه، او نحس كده ان الدنيا جرت بينا؟ احنا كبني ادمين اساسا احنا مش هنقدر ان احنا نفتكر اساسا كل حاجة فاتت، او مش هنقدر ان احنا نتذكر حاجات مرت علينا في 365 يوم. احنا بنفتكر احنا اتغدينا امبارح بطلوع الروح. بس عشان ابسطها لك اكتر، انت ممكن مخك يستحضر لك كده من 5 ل9 حاجات مريت بيها. هتقولي لا، برضو بسطها لي اكتر من كده. هقول لك يا باشا، انت دماغك عامله زي الرامات والهارد ديسك. الرامات اللي هي الذاكره قصيره المدى، والهارد ديسك اللي هي الذاكره طويله المدى. طيب احنا في الطبيعي بنتعامل بالذاكره اللي هي قصيره المدى، اما طويله المدى دي بقى بتبقى اللي هي المخزن بتاعك. لما بقى تيجي تقلب كده في الجاليري عندك كده في الموبايل، تشوف اي صوره مهما كانت، هتفتكر مع نفسك ايه اللي حصل، الصورة دي اتاخدت امتى، وايه اللي حصل، المواقف اللي حصلت في الوقت ده، وايه الرياكشن الغريب اللي انا واخده ده، وكان ايه سببه. المهم هي دي بقى الذاكرة طويلة المدى، بتفتكر لك الحاجات بس لما انت بتبقى عايز انك تستحضر الحاجات دي. اما قصيرة المدى فبتبقى مفتكر لك كده حاجات معينة، فاهمني؟ انت محتاجها في الوقت الحالي. طب ازاي نخلي الوقت يمر علينا بشكل افضل؟ هقولك، انت مهما هتعمل، الساعة ما فيهاش غير 60 دقيقة، واليوم ما فيهوش غير 24 ساعة، والسنة ما فيهاش غير 365 يوم. انت ما تتوقعش مني اللي انا اقولك ازاي تخلي اليوم فيه 30 ساعة، ولا ازاي تخلي اليوم تاني فيه ساعتين 3. لا، ما فيش الكلام ده. بس تعالى اقولك كده، انت مش في ساعات كده بيمر عليك وقت تحس ان اليوم ده جري مرة واحدة، ويوم تاني كده تحس انه طالع طلوع الروح فيك، وان الدقيقة فيه بتمر بدقيقتين وانت عايزه يعدي وما بيعديش اساسا؟ بالظبط. طب ايه سبب اللي يخلي اليوم ده يجري معايا واللي يخلي اليوم ده بطيء معايا؟ هقول لك، اليوم اللي بيجري ده او اللي انت بتبقى مش عايزه يعدي ده، هقول لك بيبقى ده اليوم اللي انت مستمتع فيه واللي انت مش عايزه يخلص. اذا كانت بقى في قعده مع صحاب، اذا كان في خروجه، هو ده اليوم اللي انت بتبقى مش عايزه يعدي. المهم اليوم اللي انت بتبقى مستمتع فيه ومبسوط فيه، ده اليوم اللي بيعدي عليك بسرعة. طيب ايه اليوم اللي بيمر عليا ببطء؟ اليوم بقى اذا كان في محاضرة، اذا كان في درس في السنتر، اذا كان في شغلك عموما، هي دي الحاجات اللي انت بتبقى عايزها تخلص، لان انت اصلا بتبقى حاسس بالملل فيها، فانت ما بتبقاش طايق نفسك اساسا فيه. مع ان بقى بالعكس، شعورك بالملل اساسا دي مش حاجه وحشه. انت عارف اساسا في ناس اتكلمت في الحوار ده، بيقولوا لك انت اكتر وقت بتبقى كرييتيف فيه او مبدع فيه هو الوقت اللي انت بتبقى حاسس فيه بالملل. في فيديوهات والله العظيم للاجانب بيتكلموا في الحته دي، انت ازاي اساسا توصل لمرحله الملل وانت مش عايز توصل لها. بيقول لك يمكن اكتر ناس مبدعه واكتر ناس بتبقى كرييتيف في شغلها هي الناس اللي بتبقى حاضر معاها الملل في الوقت ده. انا عارف ان الموضوع غريب بس دي حقيقه. بس اللي انا عايز اوصله لك بقى، ازاي اللي انا اوصلك لمرحله الملل في الوقت اللي انت مستمتع فيه اكتر من انها
تبقى موجودة معاك في اليوم الممل واللي انت مش اللي انت عايزه يخلص ومش طايقه ده. تقول لي كلام جميل ويلا بينا نخش في موضوع بكل بساطة. ابعد عن الدوبامين الرخيص. هتقول لي مش فاهم. هقول لك الدوبامين الرخيص يا باشا اللي هو موبايلك، التلفزيون. هقول لك هو موبايلك، التلفزيون، اللابتوب، البلاي ستيشن. دي الحاجات الدوبامين الرخيص، دي الحاجات اللي انت بتبقى عايز تضيع فيها ساعتين تلاتة او انك ما توصلش اساسا لمرحلة الملل. انت كل اللي بتعمله انك بتضيع وقت على التلفزيون، بتضيع وقت على التليفون، بتضيع وقت على الجيمز، وكل الحاجات دي عاملة زي دوامة انت بتخش فيها. بتفضل من حاجة للتانية من حاجة للتانية، بتلاقي مرة واحدة يومك خلص، انت ما مش عارف اساسا هو خلص في ايه، بس اليوم خلص انت ما استفدتش منه بأي حاجة. غير كل ده اساسا شعورنا باننا دايما يعني في حاجة بتجري ورانا، وان احنا بنجري ورا حاجة وعايزين المرحلة اللي احنا فيها دي تنتهي عشان نخش في المرحلة اللي بعديها، اذا كانت من مرحلة الثانوي لمرحلة الجامعة، اذا كان من مرحلة الجامعة لمرحلة التجنيد اللي عايزين نخلصها، اذا كانت من مرحلة التجنيد لمرحلة الجواز، وهكذا. والكلام ده مش كلامي، الكلام ده كانت مقولة لدكتور أحمد خالد توفيق، بيقول لك كالآتي: لكن دعني أخبرك بأمر مهم، لا تقضي حياتك بانتظار أن تنتهي الفترة كذا، أن تنتهي فترة الدراسة، أن تنتهي فترة التجنيد الإجباري، أن تنتهي فترة انتدابك في كينيا وإلخ. لسوف تجد حياتك مجموعة من الفترات يجب أن تنتهي، وهوب تكتشف أنك بلغت نهاية العمر ولم تنعم بحياتك يوما واحدا. يجب أن تستمتع بكل فترة كأنها هي الصورة الوحيدة النهائية لحياتك. بمعنى صح، ابعد عن صورة أو عقلية إنك دايما لازم تتخطى المرحلة دي أو المرحلة اللي بعدها أنت هتبقى كويس. بالعكس، المرحلة اللي بعدها أنت هتبقى مستني المرحلة دي تخلص عشان توصل للمرحلة اللي بعدها، وهكذا. بس كل المطلوب منك إنك تستمتع باليوم أو بالمرحلة دي كأنها المرحلة النهائية، عشان ما توصلش لآخر الطريق وتقول يا ريتني كنت عملت. واحنا مش عايزين نوصل أصلا لحتة يا ريتني دي. وابعد عن عقلية إنك لازم إنك تتخطى الوقت أو إنك تقتل الوقت عشان بس ما تعدي 3 4 ساعات من إنك ما توصلش لمرحلة الملل، مع إنك أساسا في الطبيعي إنك لازم توصل لمرحلة الملل دي. دي أكتر مرحلة أنت بتتولد فيها أفكار إبداعية أنت ما تحلمش ولا أصلا تتوقع إنها موجودة في عقلك أو إنك توصل لها أساسا. فزي ما بقولك، انت في حاجات كتيرة في يومك انت تقدر تعملها، في حاجات كتيرة انت تقدر تستفاد بيها بالوقت بتاع يومك، بدل ما انك تضيعه زي ما قلت على التليفون او التلفزيون او على الجيمز. استفاد باكتر وقت في يومك، غير روتينك يا اخي. مش لازم حتى تنزل تقابل ناس، ما دام انت مش عايز. لو انت مش عايز تقابل ناس يعني بلاش تقابل ناس، انزل اقعد مع نفسك، اذا كان على كافتيريا او تقعد على البحر. يعني اكتر حاجة انا كاسكندراني بحبها ان انا اروح اقعد على البحر، وبالذات في فترة الشتاء. احنا كلنا بنحب الوقت ده. مالكش في كده، روح زي ما قلت اقعد على كافتيريا مع نفسك، اشرب فنجان القهوة او كوباية الشاي بتاعتك. حاول انك تقرا. القراية صدقني مهما كانت بالنسبة لك دلوقتي تقيلة ومملة، انت بس اول صفحة هتقراها انت هتلاقي بقية الصفحات بتتكرر معاك. وبدل ما كنت بتخلص كتاب في شهرين 3، لا انت ممكن تخلص 3 4 كتب في شهر او في اسبوعين 3. وزي ما قلت لك يعني نصيحتك في انه يعني نصيحتي ليك في الفيديو ده: ابعد عن الدوبامين الرخيص. انا مش طالب منك غير اكتر من كده، وهتعرف معنى الكلمة دي بعدين. وزي ما قلت لك عشان ما اطولش عليك، هنقفل الفيديو عند الحتة دي. قول لي إيه رايك في موضوع النهارده، اكتب لي تحت في الكومنتات. ولو عجبك الفيديو ما تنساش لايك الفيديو، سبسكرايب للقناة، واستناني في فيديو جديد بموضوع جديد. اشوفك على خير.